مستوى المشاركات القارية، فريق الجيش الملكي ينجح في العودة بالتأهل لنصف نهائي عصبة الأبطال الإفريقية من القاهرة على حساب بيراميدز المصري بعد فوزه إيابا بهدفين لواحد، علما أن مباراة الذهاب بمدينة الرباط كانت انتهت بنتيجة التعادل هدف لمثله. الجيش الملكي يعود لنصف نهائي عصبة الأبطال الإفريقية لأول مرة بعد آخر ظهور سنة 88. آنذاك كان أقصي أمام إيوانيانيو النيجيري بالضربات الترجيحية، كان خسر ذهابا بهدف ل4 ثم فاز إيابا بنفس النتيجة، ولكن خسر يعني بالضربات الترجيحية. الجيش الملكي يعني تعامل يعني بذكاء مع هذه المقابلة، فعل ما يجب أن يفعله فريق في تدبير مباراة بدون فلسفة، بواقعية وباختيارات يعني ملائمة. كنا نتكلم على الله يعطيهم الصحة، يعني كل التهاني لفريق الجيش الملكي بكل المكونات ديالو، لأنه الحق شرفونا. وهناك طرحت لي السؤال، أتذكر قلت لي ماذا يجب على الفريق أن يفعل، فكنت قلت لك أنه نفس التوجه اللي كان في المباراة ديال الفريق لما واجه الأهلي هناك، أنه فقط يزيد الجرأة على المستوى الهجومي. وكنا نتساءل متخوفين من أنه ذاك الخماسي اللي كيعملوا المدرب، فلاحظنا بأنه الفريق عرف أشنو مطلوب منه في هذيك المباراة، وكان هناك تخوف كبير لأن كان عندهم عقم هجومي. تذكر في 3 مباريات من 6 قلنا أول هدف يعني خارج الرباط، أول هدف يعني يسجلوا غيكون عنده وزن من ذهب، وفعلا سجلوا 2 أهداف. لكن شفنا هذاك الحضور لأنه ماشي سهل، كنعرفوا القيمة. هذا راه اللي حصل على آخر نسخة. بيراميدز من الفرق المحترمة جدا والمتميزة، فالفريق بين على واحد الشخصية كبيرة. وتابعنا المباراة وكان صراحة يعني أمر يجعلك تفتخر لما تشوف فريق غادي بهذاك الشكل. وشفنا بأنه المدرب راه شرطين المنفذة، يعني المدرب ما فرملهمش كما هي العادة، وما كتبدا الفرملة لعبوا بشخصية وكانوا متميزين، فالله يعطيهم الصحة. وأيضا رضا التكناوتي أيضا كان عنده حضور كبير في هذه المقابلة، إلى جانب العميد ربيع حريمات، إلى رضا سليم الذي استعاد ذاكرته في مصر يعني وسجل يعني الهدف، وكان وراء التبرير ديال الهدف الثاني لحريمات. تأهل الجيش ماذا يعني بالنسبة للجيش الملكي في السياق يعني المشروع الجديد لفريق الجيش الملكي اللي ما انطلقش هذا الموسم، راه انطلق هذه 4 مواسم تقريبا. الجيش دابا حقق واحد التراكم، ولات عنده واحد الذاكره طبعا، وعنده واحد الذاكره في هذه المسابقه الى غيره، كان خصو يستفد منها عبر المبادره. طبعا المبادره واللعب وفق مؤهلات اللاعبين. طبعا ما يمكنش، انا سبقنا هضرنا وقلنا انه ما يمكنش لاعبين عندك مهاريين يمتلكون الكره يكونوا تعقبوا من يدافعوا بدون كره طيله اطوار ديال المباراه. بان بانهم عندما يمتلكون الكره يرهقون الخصم. طبعا الخصم اينما ظهرت المساحه، سواء في دار الخصم، وهذا بان منذ البدايه. طبعا منذ البدايه اينما ظهرت المساحه كان لاعب الجيش متفوقا، عندهم سرعه في العمق عبر الاطراف، وسط الميدان كاين ثلاثي يمتلك الكره بشكل جيد، حريمات، نتحدث عن حدراف، عن الدراق الى غيره، الظهيرين يصعدان. هذه هي الجيش. طبعا هذه هي الجيش، ثم العمق عبر الاطراف، الفحلي الى غيره. هذه كلها في المترابطات، في الكره الطويله، اينما ظهرت المساحه كانت الكره، ودائما كانت كيديروا داك الشيء اللي خصو يدار في الكره. كنلعبوا واحد الكره وفق الامكانيات، وهذا يخيف الخصم. طبعا اذا اعلنتي هذه النوايا منذ البدايه، في دقيقه 9 كانوا سجلوا الهدف، بمعنى منذ البدايه ارتبك الخصم. وعاوتاني في الدخله، عاوتاني في الشوط الثاني، منذ بدايه الشوط الثاني عاود تم غدر الخصم، وبالتالي تملكنا الاطوار ديال المباراه. ما عدا ذلك فهي غتكون فرص للخصم، ولكن هذه الفرص هذه متحكمون فيها في ظل الترسانه اللي عند الفريق. واهم شيء لازم نتكلموا عليه، ولازم نكونوا سعداء بالنسبه لفريق الجيش الملكي، هو التراكم ديال النقاط. الموسم الماضي في الربع فكتاخذ نقاط، الان لو انك تستطيع تاخذ يعني هذا الكاس وغيكون شيء رائع، لان غادي تمنحك المشاركه في كاس العالم اللي غتكون في 29. غير باش نبسطها باش تفهم، مثلا في 4 سنوات اللي كتركز عليها الاتحاد الدولي باش تشارك في 25، راه كانت الوداد والاهلي خدات 3 والوداد وسطهم، بمعنى لما شاركوا بالنقاط سان داونز والترجي. سان داونز شاركوا بالتوقيت. اذا الان لازم تاخذ النقاط، لو انك تحصل الممتاز. يعني عندنا 25
25 و26 و27 28 لو انك تاخذ رابطه الابطال الفرق غتشارك ما شاركتيش جمع، لان ممكن انه الفريق يفوز مرتين وثلاث النقاط التراكميه. فما يمكن لنا ان نلقوا فريق الجيش الملكي على التاهل ديالو للدور النصف النهائي، لان في تاهل الجيش الملكي حضور لكره القدم المغربيه في الدور النصف النهائي، كره القدم المغربيه التي تحضر بناديين في هذا الدور النصف النهائي، ولاول مره ستكون يعني مواجهه بين ناديين مغربيين في الدور النصف النهائي